اللهم صل وسلم وبارك عليك يا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم رحاب صابر من قناه زي فود. لو معاكي 120 جنيه بقى هتجيبي بيهم ايه؟ تعالى اقول لك هنجيب ايه. هنجيب كرنبايه قمر كده زي الفل. تمام. بصوا محترمه كده ما شاء الله، مدملكه حلوه جدا. دي جايباها اللهم صل على النبي 25 جنيه. تمام. طبعا هنعمل منها يعني نقول وجبتين لو اسره كبيره. لو اسره صغيره دي ممكن تكفيكي 3 4 مرات. عايزه اقول لك يعني ما شاء الله نسلقها وتبقى تحفه معانا. يبقى هنعمل منها وجبتين فحلوه جدا. تمام. وعندي كمان بقيت بقى ال50 جبت ايه ب25 برضو بطاطس. دي اللي هي بتحس ان هي رمليه شويه كده، طبعا للتحمير بتبقى حلوه جدا، او برضو للطبيخ بس هي تحمير اكتر. خلاص. وجبت ب10 جنيه فلفل. تمام كده. ادي كده 60 وب10 جنيه خيار 70. مش لازم تقول له عايزه كيلو، عايزه ب10 جنيه. تمام. عايزه ادي كده 70. وجبت كمان عندي ب10 جنيه بتنجان. تمام. تنقيها لونها غامق وتنقيها اللي فيها الخط ده. تمام. والخفيفه طبعا 80. وجبت كمان في ناس بتبيعها الكيلو ب10 وفي ناس بتبيع الكيلو ونص ب10. المهم هاتيها الحجم ده كده بيبقى عسول. بنغسلها طبعا وبننقعها وبنغسلها بالفرشة او الليفة بتاعت الخضروات، وبندخلها بقى طبعا. عايزه اقولك على الشبكه بتبقى حلوه جدا في الفرن، بتبقى تحفه. او انك تعمليها على البوتاجاز المكرمله اللي احنا عملناها بورق الكراريس. عايزه اقولك بتبقى تحفه تحفه تحفه. عايزين الفيديو انزله لكم. جبت بقى الطماطم اللي برضو ربنا ايه مش راضيه تهدى علينا، برضو مجنونه بس زي ما انتم شايفين زي الفل وجامده وحلوه. دي بقى للسلطه لان كده وكده احنا مفرزين معانا في الفريزر، وهي دي بقى التفريزات بتاعتنا بتفرق معانا جدا. تمام. دول 2 كيلو. جايبه كيلو على 15 جنيه فحلو جدا. بيتهيألي كده ممكن ده يفضل معاكي في التلاجة حوالي 10 ايام. ممكن البطاطا برضو تفضل معاكي يومين ولا حاجه. البتنجان، الخيار، عايزه اقولك البطاطس ممكن تفضل معاكي برضو اسبوع. الفلفل الكرنب يعني بيتهيألي كده شويه حاجات بسيطه في البيت. بس ما تسيبيش تلاجتك فاضيه ابدا. يا رب لو عجبكم الفيديو واستفدتوا منه تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس. يعني لو معاكي حتى يا ستي لو معاكي 50 جنيه عارفه انها ما بتجيبش حاجه، بس خش هاتي قوطه وبطاطس. عايزه اقولك بيبقوا كنز في البيت. محدش بيستغنى عن القوطه ولا عن البطاطس. يا رب تكونوا استفدتوا حاجه من الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا حبيت اجيب جزر بس ما لقيتش. انا عندي فلفل على فكرة في التلاجة، كان المفروض بقى الفلفل ده اجيب جزر. مش عارفة، قولوا لي بقى انتوا عندكم فيه جزر ولا مش لاقيينه زي كده. باي باي.